وأسئلة الاستنتاجات أول مرة بيجيبوا هيك استنتاجات، يعني دامجين كل كتاب بالاستنتاجات، شيء ما طبيعي. مهدية خليل، رئيس مركز النجاح للامتحانات الثانوية، للشهادة الثانوية فرع علمي وللأساسي. اليوم الاثنين 24/6 لدينا 2024 لدينا مادة الفيزياء. تم تهيئة القاعات وتوفير تجهيز مركز بأفضل شكل. العدد المتقدم للمركز في الفرع العلمي 210 طالبات. اليوم عندنا عدد غياب 10 طالبات بما يعادل نسبة 2% الغياب. الحمد لله هناك تعاون كبير وتنسيق مع المجمع والتربية بتأمين الغرف والاتصال والإجابة على أي استفسار أو سؤال يحدث في المركز. عبد القادر القاضي، أراقب في مركز النجاح في دير حسان. اليوم عندنا مادة الفيزياء للثالث ثانوي العلمي، والحمد لله قدموا الطلاب بدون أي مشاكل. وكانت صحيح الحرارة كانت شوي عالية، ولكن كانت المدرسة مخدمة من حيث الإضاءة والمراوح، والحمد لله تم تدقيق البطاقة الامتحانية مع ورقة الإجابة واسم الطالب والأم والرقم الكتاب، وكانت الأمور تمام. والتدقيق كان مستمر من حيث في بداية الوقت تم التدقيق من خلال رئيسة المركز والمندوبة، وفي نص الوقت وفي آخره، وعدة جولات، والحمد لله مضت العملية على ما يرام وعلى أكمل وجه. ونتمنى كمان يكون باقي الامتحانات تمر مثل اليوم، والله نتمنى التوفيق والنجاح للتلاميذ. الحمد لله رب. المادة قلنا في الفيزياء الأسئلة كانت كتير طويلة، فبدي أستاذ يعني لحتى يحلها، يعني ما الوقت 3 ساعات ما كافي. وأسئلة النواسات دامجين كل كتاب فيها يعني لدرجة كتير كبيرة إنه صعبة ما بتنحل معنا نحن كطالب مستوى. نحن يعني أشو عمرنا 17 18، ما إنه كطالب بدي أستاذ ليحلها. وأسئلة الاستنتاجات أول مرة بيجيبوا هيك استنتاجات، يعني دامجين كل كتاب بالاستنتاجات، شيء ما طبيعي. يعني جايبين أسئلة ما أول مرة هيك بيجيبوا أسئلة. المسألة الأولى دامجين كل كتاب فيها كتير صعبة، وخاصة ما هيك كان بالنسبة لنا يعني. والطالبات كلهم طلعوا عم يبكوا، وطالع الكل عم يبكي، وما حد وفي منهم انسحبوا من الامتحانات. حتى الثانوية والجامعات، والحمد لله حتى الاهتمام بالامتحانات والمراكز الامتحانية على أفضل وجه ولله الحمد. وكما نلاحظ أيضا التخرج، الأعداد الكبيرة بالتخرج، مما يدل على الاهتمام في الشمال المحرر في الاهتمام بالتعليم وزيادة عدد المتعلمين والمتخرجين ولله الحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لطلابنا والمسؤولين والقائمين على العمليات التعليمية.